اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه كده طعمها قمر، حاجه احلى من المسبوسه وقريبه قوي لرموش الست، بس هي احلى من الاتنين. طبعا هي هنا كانت للاسف اغمقت معايا شويه، يعني كان حصل لي ظرف، كانت بنتي اتخبطت واتعورت يعني، فانا للاسف يعني سبتها ونسيتها في الفرن خالص، فخدت لون مغمق شويه. لكن انتوا طبعا هتطلعوها فاتحة عن كده شوية. لكن طبعا هي ما عملتش اي حاجة في الطعم، يعني ما اثرتش في الطعم خالص، بالعكس طعمها تحفة ودايبة دوب. وبصوا بقى، بتاخدك في حتة تانية خالص. شايفين شكلها؟ طبعا هي تبان لكم اللي هي طرية، لكن هي مش طرية خالص، هي دايبة خالص، وانا للاسف كنت لسه مقطعها اصلا وهي سخنة. سيبوها تبرد وهي تبقى تمام التمام. تعالوا بينا نعمل الشربات الاول. عندي هنا 1.5 كوباية من السكر، وعليهم 1.5 كوباية من المية، وهحط شريحة من الليمون او عصرة نص ليمون. تمام كده، هرفع على النار بقى، احطه على النار لغاية ما يغلي كويس قوي، واول ما يغلي احسب له دقيقتين 3 يغلي كويس، وبعد كده هطفي النار تماما. تعالوا بينا بقى نعمل خطوة على البوتاجاز كده، خطوة سهلة وبسيطة. عندي 2 كبار من اللبن البودر، 2 كبار من جوز الهند. هفضل اقلب فيهم على النار لغاية اما يتحمصوا معايا ويبقى لونهم ذهبي. الخطوة دي بتنقل الحلويات في حتة تانية خالص. طبعا ممكن تستغنوا عنها تماما وما تحطهاش اصلا في الوصفة، بس طعمها تحفة، بتخلي طعمها احلى بكتير. على نار هادية، وخلي ايدك فيها على طول عشان بتاخد لون بسرعة، سواء اللبن او جوز الهند. فانتي مش هتكملي اصلا دقيقتين على البوتاجاز، قلبي بسرعة بسرعة كده عشان ما تغمقش معاكي، وخلي بالك. هنا خلاص كانت خدت اللون الذهبي اهو، هشيلها بقى من على النار وهفضيها في حاجة تانية عشان الطاسة بتفضل سخنة. هنا خلاص كان الشربات غلي معايا اهو. هضيف بقى باكت من الفانيليا، هنا كان غلي معايا وسبته يغلي حوالي دقيقتين 3. حطيت باكت من الفانيليا غلي كده وخلاص طفيت عليه. تعالوا بينا بقى نعمل الوصفة. عندي هنا 4 كوبايات ونص من الدقيق، الكوباية اللي هعاير بيها كل حاجة هي نفس الكوباية. عندي 1 كوباية إلا ربع من الزيت، 1 كوباية إلا ربع من السمنة. الخليط اللي احنا عملناه اللي هو عبارة عن 2 معلقتين جوز هند و2 معلقتين لبن بودر. عندي بيضاية كاملة عليها باكت من الفانيليا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وفي حاجة انا نسيت احطها في المقادير، هي 3 معالق كبار من الزبادي. مقاديرنا سهلة وبسيطة، موجودة في كل بيت، وطعمها تحفة يا جماعة، لازم تجربوها. هنضيف البيض وعليه الزيت والسمنة. تمام، وطبعا انا حاطة على البيضة باكت من الفانيليا. هروح بقى اجيب الزبادي عشان للأسف كنت نسيته. شايفين بتختلط بكل سهولة، تعمليها من مضرب اليدوي عادي، مش هتحتاجي لا كهربا ولا عجان ولا اي حاجة. عندي هنا الزبادي اهو، هضيف 3 معالق كبار كده، يعني حوالي كوباية إلا ربع. الكوباية اللي بعاير بيها يا جماعة هي اللي عايرت بيها السوائل، هي اللي عايرت بيها الدقيق، عشان تطلع معاكي الوصفة مظبوطة. هقلب كويس جدا 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 كده. خلاص المكونات امتزجت مع بعض اهي تماما. هحط بقى، هركن الخليط ده على جنب. هجيب الدقيق وافضي عليه خليط جوز الهند والبيكنج واللبن البودر، وهضيف كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. زي ما قلت لكم ممكن تستغنوا تماما عن اللبن البودر وجوز الهند، بس هي بتنقلها في حتة تانية خالص. كمان حطيت ذرة من الملح. هدي تقليبه بقى للمكونات الجافة دي مع بعض كويس. هقلب كده بس عشان المكونات تختلط مع بعضها، وكده يعتبر وصفتنا خلصت. شفتوا سهولة ولا بساطة كده قبل كده؟ هنا بقى خلاص هحط المواد الجافة على المواد السائلة، وهقلب بس بالاسباتيولا كده الاول، وبعد كده هعجنها بايدي. مش بعجنها خالص، انا يدوب بلم المكونات بس مع بعضها لغايه اما دي يختفي، وكده تبقى جاهزه معايا. ما بتتعجنش يا جماعه عشان ما تطلعش معاكم قرص، يدوب بتلم المكونات مع بعض بس. هنا خلاص بقى هشتغل بايدي، اسهل يعني واريح. شايفين بلم بس بصوابع ايدي كده المكونات مع بعضها، مش بعجنها خالص.
الخطوة دي مهمة جدا، ما تعجنيش خالص، لمي بس المكونات بايدك تمام. هنا خلاص كانت المكونات اتلمت معايا اهي، وخلاص بقت حتة واحدة. شايفين؟ حلوة جدا جدا. عندي بقى اكبر صينية في الطقم اللي هو التلاتة ده، يعني صينية مقاسها حوالي 30. هفرد بقى فيها الخليط بتاعي. طبعا انا دهنها دهنة كويسة، يا بالزيت يا بالسمنة اللي انت حباه. هفردها بقى كويس لغايه اما اسويها كده. ايه رايكم؟ عايزينها تبقى ارفع، افردوها في سوق 30 في 40، بس هتبقى رفيعه قوي الناس اللي عايزاها ناشفه يعني، لكن كده هي سمكها حلو وفي نفس الوقت هي دايبه. هقطعها بقى التقطيعه، انا عن نفسي بحبها قوي، بحب شكلها يعني، بحس شكلها قايم كده. طبعا انتوا قطعوها التقطيعه اللي انتوا حابينها، تحطها في صينيه مدوره، صينيه مستطيله، اللي انتوا عايزين. شايفين انا قطعتها اكني بقطع بيتزا كده الاول، 8 مثلثات يعني، وبعد كده هقطع كل مثلث زي ما انتوا شايفين كده. في النهاية شكلها بيبقى حلو قوي. بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، ويا ريت يا ريت تعلقوا كومنت حلو منكم، بالله عليكم ما تنسوا. وبجد بجد جربوا الوصفة دي، بجد تحفة تحفة تحفة، هتدمنوها بجد والله. ويا ريت الناس اللي دقت مني الوصفة دي يا ريت يكتبوا رأيهم في الكومنتات. شايفين هنخلص كل الصينية بقى بنفس الشكل؟ شايفين شكلها في الاخر حلو قوي ازاي؟ هدخلها بقى الفرن على رف الوسطاني. الفرن لازم يكون سخن كويس جدا. هدخلها على درجة حرارة 160 لغاية ما تاخد لون من فوق ومن تحت. هنا انا للاسف كنت شغلت الشوايه لانها كانت خدت لون من تحت واستوت، بس كانت بيضه يعني، فولعت لها الشوايه تاخد لون ونسيتها زي ما قلت لكم، لاني للاسف بنتي كانت اتخبطت يعني، فمعلش اعذروني. طبعا انا جبت الشربات بيكون دافي، لاني زي ما في الفيديو كده انا عملت الشربات وبعد كده بدأت في الوصفة على طول. فالشربات بيكون دافي، بنزل عليها على طول. شربت الشربات بسرعة جدا ازاي، ده طبعا من نجاحها. طعمها تحفة. انا بقى عشان لونها الغامق ده هديها رشة من جوز الهند كده تداري اللون شوية. طبعا انا كان ممكن اداري عليكم اللقطة دي او مصورهاش او كده، بس عادي ممكن تحصل مع اي ست بيت، مش معنى كده ان احنا نرمي الوصفة بتاعتنا، هو ظرف وبيحصل لاي حد، فمعلش اعذروني. ولو حصلت مع اي حد فيكم ما تزعلوش يعني، ده قضاء وقدر زي ما بيقولوا. تعالوا بقى نشوفها كده بعد ما شربت الشربات. طبعا كده كان عدى عليها حوالي ساعة، فكانت لسه سخنة يعني، كانت لسه سخنة ما كانتش بردت. إيه الحلويات يا جماعة الشرقية، عايزة تاكلي احلى حلويات، إيه خليها تبات الاول وكليها تاني يوم، بتبقى تحفة. او سيبها مثلا من الصبح بالليل، هتحسي بطعمها كويس، لكن هتاكلها سخنة مش هتعجبك خالص. سيبيها تهدى الاول وهتلاقيها دايبة وطعمها تحفة، وهتدعيلي عليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.